لو انا كاتب مبتدئ او لسه في بداية الطريق، عايز اكتب قصة، عايز اكتب رواية، اي عمل ادبي. العمل الادبي هو فكرة. اي عمل ادبي فني هو عبارة عن فكرة. فلازم الاول الفكرة استحضر الفكرة في ذهني في دماغي وادونها. الفكرة بتجي لك في اي وقت. ممكن وانت نازل رايح الشغل تجي لك الفكرة. ممكن وانت قاعد على كافيتيريا، وانت راكب اتوبيس، قطر، مترو، وانت نايم صاحي من النوم كده جات لك فكرة. فلازم يكون معاك ورقة وقلم أو مدونة صغيرة كده تدون فيها وتكتب فيها الفكرة أول ما تجيلك، لأن بمجرد ما الفكرة ممكن تعدي من الموقف تنسى الفكرة. وأعظم وأفضل الأفكار بتيجي في الوقت اللي أنت مش مستعد فيه. يعني بتتفرج مثلا فشفت حادثة قدامك فجاتك فكرة، أما لو مش معاك ورقة وقلم أو جهاز تسجيل ما هتلحقش تسجلها. فعشان كده خلي دايما معاك ورقة وقلم او جهاز تسجيل على موبايل على حاجة، لازم تدون وتسجل الفكرة بتاعتك. طب يجي في وقت الانسان كده ما يقول لك ايه، انا ما نزلش عليا الوحي، مش قادر افكر، مش قادر اطلع حاجة كويسة. فالوقت ده تعمل ايه؟ هل تستسلم وتسيب الموضوع لما يجي لك الوحي؟ لا، الحاجات دي ملهاش مواعيد. طب انا ازاي استحضر الوحي والافكار؟ الموضوع بسيط. ابدأ اقرا. كل ما تقرا هتستكشف حاجات جديدة، هيجيلك افكار. حاجة تانية، اتفرج على برامج، على افلام، على مسلسلات، على حاجات فنية. الحاجات دي وانت بتتفرج عليها هتلاقي في مكنة شغالة في دماغك وفي بالك بافكار جديدة. طب لو الموضوع ده ما حصلش خالص والموضوع واقف معاك، استحضر الافكار منين او اجيب فكرة حلوة منين؟ ارجع للحاجات القديمة بتاعتك، مذكراتك القديمة. مثلا المكان اللي انت اتولدت فيه، اللي انت كنت عايش في فترة من عمرك، الناس جيرانك، حادثة ولد اختفى، مشاعر اهله وازاي مثلا لقيوه، بنت اختفت، راجل كان فقير جدا وشغال عند واحد وبقى كام سنة بقى هو الغني، والراجل الغني بقى فقير شغال عنده. حاجات كتير جدا ممكن اصحابك، قعدت فترة، لو انت موجود في شغل او في عمل وحصل موقف بين زملائك او بين مدير او صاحب شركة، ده كله هيلهمك بافكار. ابدأ استحضر كل الافكار اللي بتجيلك، كل الماضي. اقعد اي موقف احكي مع نفسك المواقف كده، استرجعها كده في ذاكرتك كده. كل موقف انت مريت بيها، انت ماشي في شارع كان في قدامك مثلا حادثة، موقف، حد كان بيتكلم، حد لفت انتباهك في حاجة، انت كمبدع تاخد الحاجة دي وتبدأ تطرحها بأسلوبك، تعملها معالجة درامية، معالجة سينمائية، تبدأ تفكر فيها تعملها. تمام. يبقى أول حاجة في بداية الكتابة هو الفكر. أي عمل عبارة عن فكرة، ولو الفكرة كويسة يبقى العمل إن شاء الله ده بداية نجاح للعمل. بعد كده بنعمل تطوير للفكرة.